قبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا النهارده هنعمل لكم مع بعض، بس قبل اي حاجه يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ده بيحفزنا نعمل فيديوهات جديده. مش هتخسروا حاجه لما تعملوا لايك وسبسكرايب، هتكبروا بخاطري يعني. المهم يعني تعالوا نبدا الفيديو مع بعض. بصوا يا جماعه، خدت طبعا فاونديشن. طبعا امبارح انا استخدمت الفاونديشن اللي هو الفيديو اللي فات استخدمت الفاونديشن اللي هو كاتريس ويت ان وايلد مع بعض، وكان معاهم مايسينا كده يعني، فكنت اخداهم ميكسات مع بعض. فحطيت على نفس الميكس حطيت فاونديشن مايت سينما تمام، عشان يعني ايه يعلي كفرج شويه من مايت سينما. يعني مجرد ان انا بحط من كاتريس على ويت ان وايلد على مايت سينما بيدي كفر حلو كده وشكل حلو، وكمان بيخلي الفاونديشن يندمج بسهوله معايا. انا بحب الميكس ده بسبب ده. دي حاجه. طبعا الناس المبتدئه اللي هتستخدم الميك اب اللي هو الاوريجينال ومتعرفش وبينشف معاها بسرعه، بالذات اللي هي الحاجات البشره الدهنيه مش هيندمج معاها بسهوله، تجيب حاجة للبشرة الجافة مع البشرة الدهنية عشان تدمجهم مع بعض. دي معلومة يا جماعة محدش قالها لكم قبل كده، بس انا هقولها لكم. لازم ان احنا نحط حاجة تكون فيها مرطب بسيط كده، حاجة زيتي شوية عشان خاطر تخلينا الدنيا سهلة، مشينا الميك اب يكون شكله حلو. طبعا حطيت الفاونديشن ودمجته بالسبونج وفردته بالفرشة. خدت الكونسيلر بتاع مايت سينما اللي هو الموف ده، حلو يا جماعه مش وحش. لو حابين تستخدموه كمان ممكن تستخدموه بديل للفاونديشن، تستخدموه كفاونديشن وكونسيلر عادي جدا. اصلا بيقعد وقت كبير جدا لان حجمه كبير، وسعره على فكره ده انا كنت جايباه من وقت ما كان رخيص، دلوقتي سعره بقى غالي، يعني هيدخل له مثلا في 50 55 60 تمام، مش هيعلى اكتر من كده. في ناس بتبيعه 80 انا عارفه، بس يعني ايه، هاتوا الحاجه البسيطه، ما تجيبوش الحاجه الغاليه قوي او من الشخص الاوفر قوي، ما تشجعوش ان هو يعلي الحاجه اكتر. المهم، فالكونسيلر انا حطيت نقط كده بسيطه ودمجته بالسبونج النونو دي. طبعا السبونج دي تحفه يا جماعه. اي حد مش عنده السبونج دي خسران جدا، لان دي بتدخل في الاماكن الصغنطوطه اللي انتي مش عارفه تدمجي فيها حاجه. ماشي، خدت الكونتور من الباليت دي برضو، خدت الكونتور بالشكل ده عملته برضو، وفي نفس الوقت دمجته بنفس الفرشة اللي معايا دي. طبعا يا جماعه انا بعمل لكم الميك اب باسهل طريقه ممكنه، ان انتوا تقدروا تستخدموا فرش اقل حاجه. لو انت مستعجله او رايحه مشوار وعندك كذا فرشه ومش عارفه تستخدمي دي ولا دي ولا دي ولا ايه، لا انت استخدمي فرشه واحده مثلا او فرشتين بالكتير في الميك اب بتاعك كله. فما تعجليش نفسك، ما تستعجليش، ما تحطيش في دماغك ان انت مثلا هتتاخري هتعملي، لا اعملي اي حاجه قدامك اعملي بيها، بس المهم ان اللوك يطلع تحفه وشكله حلو ورقيق ويعجب يعني الناس ويعجبك انت شخصيا. حطيت الكونتور برضو عند النوز ومديته حطيته على عينيا عشان يشدلي عينيا كده ويديها سحبه كده تمام، وبرضو اديت سحبه للعين برضو من على الطرف كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعدين برضو نفس الحكاية برضو في العين التانية برضو، وبطلعها على بره كده. ما عايزه اقول لكم برضو معلومه، عشان في ناس بتعمل حاجه غلط، بتحط الكونتور على مناخيرها بشكل كبير، يعني بتحط كميه كبيره ومتعرفش تدمجها. حطي كميه بسيطه زي ما انا حطيت. طبعا اللوك ده انا عاملاه للناس المبتدئه عشان لو مش بتعرفي تدمجي اعرفي تدمجي. طبعا انا بتعب جدا في التصوير لان انا بمسك المرايه وبقعد اعمل كده وبعمل كده وحاجات غريبه، بتبقى حواليا حاجات بتخنق جدا، والدبان اللي خانقني في الفيديو ده ماشي انا مصور في نور ربنا يعني. المهم ما علينا، فهاخد الروز روج كده على بينك، حطيته في خدودي وحطيت منه بالمرة على شفايفي يعني، يلا مش مشكلة. فبدمجه برضو بالسبونج. شايفين بصوا الكونتور رقيق كده ازاي، خالص مش باين خالص. انا يعني دمجته كويس جدا سواء في العين او في الخدود، ويعني بصوا مش كأنه يعني وش طبيعي، فاهمين؟ ما تعملوش حاجات اوفر يا جماعه. كل ما بتزودوا في الحاجات الاوفر بتأفروا، بتخلوا الوش فيه حديه، بتكبروا الوش. خلوا الوش رقيق وسيمبل كده. خدت روز باودر وحطيتها برضو
لوز باودر بتدي لون حلو كده، بتدي لون حلو ايه، اللوز باودر بتدي ثبات حلو جدا للبشرة. ما تنسوش الخطوة دي، وبالذات بالسبونج او بالباف سبونج اللي هي بتبقى المثلثة دي. انا ما عنديش المثلثة بصراحة، لحد دلوقتي ما جبتهاش، بكسل او بنسى اجيبها لحد دلوقتي الصراحة، مش عارفة في ايه بس المهم يعني انا بستخدم بدلها السبونج بالشكل ده، وطبعا مفيش اي مشكلة، حلوة جدا برضو. وبتسدي بيها، بتسدي باللوز باودر المسام بتاع بشرتك. وكمان بقى لو انتوا بتستخدموا لوز باودر اللي بتستخدموا النشا كلوز باودر، بتبقى ضد المية وتبقى تحفة، وبتبقى ثابتة معاكوا كمان. بس مشكلتها ان هي تبقى حبيبتها يعني مخرزة شوية، بس هي يعني مع الوقت بتبانش عادي، فاهمين؟ لو انتوا حطولها مثلا فيكس سبراي او كده. بس كده. فانا طبعا بنفض كل الفرش. شايفين البودر اللي غرقت الطرحه؟ انا مش عارفه، مبحبش حوار الطرحه السمرا دي بسبب اللوز بودر اللي بتلبت فيها. بثبت هنا بقى ايه، بثبت بنفس السبونج. تمام، بثبت كده عينيا عشان هعمل لوك كده سيمبل برضو، هتشوفوه دلوقتي. بصوا انا عملت ايه، بلون بني، اللون البني اللي في البالت بتاعت الكونتور، خدته وعملته كده هو من قدام ومن ورا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، اقواس كده، قوس وايلاينر، نص قوس وايلاينر. تمام، بصوا كده خدت درجة السودا وحطيتها على طرف عينيا كده من تحت زي ما انتوا شايفين، كأنها مدخنة بني زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الاسود كايلاينر يعني زي الايلاينر العادي بتاعنا، بس انا بدمج بقى بالفرشة، بنفس الفرشه يا جماعه، كل حاجه بنفس الفرشه. انا بمسحها في ايديا اصلا، بمسحها يعني انا مش جنبي حتى منديل. انا نسيت ان انا اجيب منديل لان المناديل جوه في الاوضه، نسيت اجيب منديل. انا مصور لكم حاليا اصلا وانا قاعده في البلكونه المهم يعني فطبعا انا يعني بصوا بنضف بكونسيلر. انا كنت ناويه اسيبه على كده وخلاص اللوك على كده، بس انا حبيت ازود التاتشات بتاعتي. ان شاء الله هعمل لكم لوك كده رقيق برضو في الفيديوهات الجايه، هعمل لكم كذا لوك رقيق برضو عشان الناس ما بتحبش اللوكات التقيله، لانه محدش كده بيستخدمها. خدت لون بينك غامق وبينك فاتح، وحطيتها على الكوس اللي انا عملته ده، وحطيت برضو اللون البينك دمجته مع اللون البني، مع طرف اللون البني بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. اللوك تحفه يا جماعه وساحب العين بطريقه حلوه. هاخد بقى اي درجه كده، اي درجه شمر عندك، بس انا حبيت ان اخد درجه شمر كده ذهبي شويه. وخدت لون جليتر مش ذهبي كده، مدي على بينك حاجه كده، يعني لون غريب كده، فاهمين؟ خدت بقى درجه جليتر كده على اللي هي لون كريستالي كده، لون يعني لون كده فضي بس فيه نسبة ذهبي كده. مش فاكرة اللون بالظبط اسمه ايه، انا مش عارفة، مش جاي في بالي الاسم خالص. المهم يعني هي درجة كده فيها لون مصفر شوية كده، وده على فضي على لون مصفر كده ذهبي، فاهمين؟ بس يعني حطيت اللون الاسود، لا مش لون اسود، حطيت نضفت بالكونسيلر بعد ما حطيت لون اسود. ايوه حطيت لون اسود كده في الطرف زي ما انتوا شفتوا، وحددت بيها القوس ده اللي احنا حاطينه. وبعدين على طرف الرموش السفليه من تحت حطيت اللون الاسود وحطيت اللون البني، بس انا الحته دي ما اتصورتش معايا، كنت حاطه اللون البني من تحت على اطراف العين من تحت. وبعدين في بتاع دوت ووصلت اللون البني بالايلاينر، وبعد كده حطيت اللون الاسود على خط الرموش السفلي، وعملت مدمع العين برضو بنفس اللون الاي شادو الاسود، وخدت هايلايتر حطيته عند مدمع العين بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وخدت جليتر برضو واحطه عند مدمع العين برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب تكونوا فهمتوا حاجه. مهم هاخد كونتور وهحطه على الخدود كده واحدد بيه خدودي بالشكل ده زي ما عملت الكريمي، بثبت وثبت على الكريمي بالبودر زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم يا جماعه اللوك في الحقيقه تحفه رهيب، احلى من التصوير. صراحه انا كسلت ان انا اركب رموش، انا يعني
بحب رموشي اكتر من الرموش، فحسيت ان هي طبيعية اكتر. حطيت بلاشر على بينك كده على خدودي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هاخد هايلايتر برضو كده، اللي هي الاربع الوان في بعض دول، وحطيتهم على خدودي وعلى من النوز بتاعتي مناخيري وعلى دقني بنفس في الشكل ده كده. بس كده. بعدين هاخد الماسكارا برضو وهحطها عند رموشي، ماسكارا بريتي وومن دي يا جماعه، بس مش قد كده يعني، شغاله بس مش قد كده الصراحه. يعني اكتر ماسكارا عجبتني تحفه، يعني الماسكارات اللي هي بتبقى تمنها فيها دي الصراحه، كل حاجه تمنها فيها وبتبقى غاليه بتبقى حلوه. يعني لاش برنسس تحفه، ميبلين تحفتين، الاتنين تحفه يعني. بس فرق الميبلين يعني ايه، مش ضد الميه، مش ووتر بروف، فبس لاش برنسس ووتر بروف تحفه يا جماعه. بس اللي هي مايت سينما وبريتي ومن الحاجات دي يعني على قدها، فاهمين، شغالين يعني بس على قدهم. عايزين تجيبوا يعني تستثمروا فلوسكم في حاجه، استثمروها في لاش برنسس او ميبلين، وبالذات لاش برنسس لان هي دي بتنفع للعرايس والسواريهات والحاجات دي. مش عارفه ان طولت ليه في حطيتها المسكره. ما خلاص يا حاج، ما خلاص يا اختي. المهم خدت بقى ايه البلاينر كده. البلاينر هو اصلا المفروض بني بس اندمج مع اللون الروج اللي انا كنت حاطاه، للاسف انا نسيت اشيله. ما علينا، بس هو ادى لون اغمق شويه على بينك كده، بس المهم يعني حددت بيه شفايفي بالشكل ده. وهاخد البالت دي مطلعتهاش قبل كده في الفيديو، بنسى ان انا اطلعها، يعني حاجه غريبه الصراحه، وكانت مركونه عندي بقالها وقت. تمام. ما بستخدمهاش كمان، بس الوانها تحفه. خدت الوان النود دي اللي في البالت وحطيتهم كده، وحطيت عليهم درجه، حطيت عليهم فاونديشن. الصراحه الدرجه الاولانيه كانت احلى. وبس كده، ده كان الفاينل لوك. يا رب يكون عجبكم، اتمنى من كل قلبي ان انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم في فيديو جديد على خير. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتعملوا لي فولو انستا، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، مكتوب افعال تعليم وبس كده. مع السلامه.